كيفاش تدمر حياتك، كيفاش تخلي حياتك مدمره وكتحس بحال عايش في وهم، وكتحس بانك غريب في هاد الدنيا، وكتحس صحتك ما عندكش طاقه، وكتحس براسك كتحس بالفشل، كتحس خصك تنعس، كتحس ما عندك الغرض حتى الحاجه. اول حاجه خصك دير هي تكثر من الافلام المحرمه. ثاني حاجه هي العاده المحرمه، العاده السريه، وكثر من اصدقاء السوء، وبعد على الصلاه، بعد على ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا غادي تدمر حياتك في يوم واحد بدون معلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بألف خير يا أحلى متابعين. إن شاء الله تكونوا بألف خير كاملين بكم. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، واللي مريض أسأل الله العظيم أن يشفيه، واللي مهموم أسأل الله أن يفرج عنه. أخي الغالي، كما سمعتي، إلا بغيتي تدمر حياتك تبع هاد السبل اللي قلت لك. وإلا بغيتي حياتك تكون مزيانة وتكون عايش واحد الطمأنينة وعندك واحد الطاقة والجسم ديالك مزيان ومرتاح وما مريضش، تقرب من الله سبحانه وتعالى، وبعد من العادات الخبيثة، منها العادة السرية وإدمان الإباحية، وبزاف بزاف بزاف ديال الحوايج، ومنهم كذلك العلاقات المحرمة. بعد من العلاقات غير شرعية، بعد من العلاقات الغير شرعية، غادي تولي حياتك مزيانة. بعد من الزنا، بعد من الفساد، بعد من الذنوب، بعد من المعاصي. إلا بغيتي حياتك تعيش حياتك مزيانة، إلا بغيتي تعيش الحياة الحقيقية وما تحسش أنك عايش في وهم، لأن الذنوب والمعاصي وهاد الذنوب، الخلوات والإباحية والعادة السرية، كيخليوك تعيش واحد الحياة كأنك عايش في وهم. كتحس بالحياة ماشي حقيقية، كتقول شنو هاد الشيء هذا اللي عايش فيه أنا؟ ما كتفهمش، ما كتلقاش تفسير لداك الشيء هذا. هادشي كله أخويا غير ديك العادات الخبيثة والذنوب والخلوات. وإياك 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 من ذنوب الخلوات، لأنها غادي تدمر حياتك. بعد من ذنوب الخلوات، بعد من ذنوب الخلوات. ركز لك على هذه النقطة. والنقطة الثانية، بعد من المحرمات. بغيتي تكون راجل ونص، بعد من النساء، بعد من النساء. ملي كنقول بعد من النساء ما كنقصدش انك ما تزوجش، لا، كنقصد العلاقات المحرمة التي لا ترضي الله. اما الزواج تزوج، الله يسهل عليك، الله يرزقك الزوجة الصالحة ويحقق لك اي حاجة كتمناها. الرجل الحقيقي كيخاف على اختو، كما كيخاف على بنات الناس كيخاف على اختو. ماشي انت بنات الناس تمشي تزني معاهم ودير معاهم وتطير وتخرج وتزني وتفسد، واختك كتخاف عليها. دابا نظرك هذه رجله؟ ماشي رجله هذه. اتقي الله بنات الناس كما كتقي الله في اختك. وديما كون مع الله يكون معك، ديما كون مع الله يكون معك. الله ما غاديش يخليك. شتي راه في هذه الدنيا هذه اي شخص قابل انه يسمح فيك ويخليك وما يعترفش بك كاع ويقدر يتقلب عليك، ولكن الله سبحانه وتعالى لن ينساك وما عمره يخليك. فقط ثق بالله وكن مع الله وأحسن الظن بالله وأكثر من ذكر الله. أقسم بجلال الله الذي رفع السماء أنها ستتحسن حياتك وستنقلب حياتك 180 درجة. إذا وصلت إلى هذا الحد أسأل الله أن يفتح لك أبواب الخير. وما تنساناش بدك لايك وشي تعليق مزيون بحالك من تحت. أنت مزيون ما شاء الله عليك، الله يحفظك. أختي الغالية، أخي الغالي، دعمونا بشي تعليق مزيون. الحمد لله.